بكلمك بجد. انت عقلك فين لما تروح تجيب عربيه كيا بيكانتو قد العلبه كده، قد ال 127 ب 550 الف جنيه ولا ب 600 الف جنيه؟ تبقى عربيه موديل 2011 ولا 2012 ولا 2015 حتى. يعني ايه عربيه قد صينيه الشاي كده تدفع فيها 600 الف جنيه؟ طب ما تروح تجيب يا عم اكسنت ار بي، يا عم تروح تجيب كيا يا عم سيراتو. ده انت تروح تجيب بي واي دي زيرو، ما تروحش تجيب عربيه قد كده. العربيه لا تشيل عيله ولا تنفع في شغل ولا فيها شنطه وخفيفه جدا. طب ايه اللي يخليك، انا بستغرب من الرجاله اللي بتبقى ماشيه في الشارع راكبه بيكانتو. انت ايه اللي يخليك تجيب عربيه زي دي بالثمن ده؟ ليه؟ هي عربيه محترمه وكل حاجه، كفايه ان هي كيا وعربيه معمره ماشي معاك، بس مش ب 600 الف جنيه و550 الف جنيه اروح اجيب بيكانتو. ما انا لو عايز اجيب هاتشباك يا عم اروح اجيب كيا ريو الهاتشباك، عربيه محترمه وكويسه. اجيب عربيات تانية كويسه حتى لو صغيره شويه، اجيب يا عم سوزوكي سويفت الجديده موديل السنه اكبر منها في الحجم وكفايه ان هي زيرو. ايه اللي يخليني اروح اشتري عربيه فات عليها 10 سنين وصغيره قد كده قد كده وب 600 الف جنيه و550 الف جنيه واصحابها ما بيتنازلوش اكنهم بيبيعوا رينج روفر صغيره؟ ايه اللي انتوا فيه ده؟ وانتوا ازاي تشتريها منهم؟ روح يا عم، في عربيات كتير قوي بديله يا عم وبنفس الثمن وهتديك نفس الاداء ونفس كل حاجه وكوري وقطع غيارها موجوده، بس مش لدرجه البيكانتو. هي العربيه البيكانتو دي لحد 350 الف جنيه في الاسعار الغاليه دي جيبها، ايا كان موديلها وايا كان حالتها. فوق ال 350 الف جنيه ما تجيبش بيكانتو. الجا بقى للكيا ريو، هات اكسنت ار بي، هات سيراتو، هات ماتريكس، لكن بيكانتو ب 600 الف جنيه؟ بلاقي واحد كاتب 600 و620 وناس داخله تقول له مكانك فين وتفاصيل. تفاصيل ايه اللي عايز تتفصل في ركبك انت عايز تاخدها منه بتاع ايه؟ حتى لو هينزل معاك لحد 550 الف جنيه تاخدها منه ليه بالرقم ده؟ ليه؟ هتديك ايه العربيه دي عشان تدفع فيها الثمن ده كله؟